بلاتي قبل ما نهضروا على مباراة النادي البنزرتي بعد سقوط في فخ التعادل ب2-2 امام فريق الترجي الجورجيسي وعلى الملعب ملعب الاولمبي الحمادي العقربي باراديس وامام جمهور اللي كان كيشجع ثلاث المباراة، فهذا يدل على ان فريق الترجي التونسي في اخر مبارياته بدون مستوى، اداء سيء للغايه. ومع قدوم المدرب الجديد بومال صراحه ما شفناش تغيير، وايضا اداء ديال المدرب بدون مستوى ويقوم بتغييرات في اوقات غير مناسبه. ربما ما كيعرفش اللاعبين اللي غيلعب رسميين ولا غيلعبوا في الاحتياط وامتى غادي يغير. اللي كيتفرج في الترجي التونسي غادي يلاحظ هذه الاشياء. لذلك فصراحه ربما المدرب صراحه ماشي بالمستوى ديال الترجي التونسي، شيخ الانديه التونسيه كما نقولوا، وايضا الترجي يا دوله، لان الترجي التونسي عنده جمهور في جميع انحاء العالم وفي عده جنسيات. لذلك فالترجي التونسي فيستحق مدرب يكون بالمستوى العالي يقدر يقود الفريق حتى يفوز بمبارياته، ويقدم ايضا من غير الفوز فكيقدم الاداء ونتيجه في كل المباريات. لذلك الترجي التونسي عليه صراحه التفكير في هذه القضيه. وايضا ما نساوش اللاعب الدولي الجزائري يوسف البلايلي اللي صراحه كان هاز الفريق على الكتف ديالو. لذلك كنتمناو ليه العوده ان شاء الله في قادم المباريات. لذلك فكنحيو يوسف البلايلي من هذا الفيديو ان شاء الله. على اي مباراه النادي البنزرتي اللي غادي تنطلق مع 3:30 وغادي تكون منقوله على قناه الوطنيه وحيده ان شاء الله، تلعب على ملعب 15 اكتوبر بالبنزرتي. المباراه ما غاديش تكون سهله ايضا امام فريق نادي البنزرتي اللي كيلعب مبارياته كل امام الترجي التونسي وعلى ملعب 15 اكتوبر. كتكون مباراه قويه شيقه، كيكون الجمهور النادي البنزرتي كيكون حاضر بكثافه ملي كيلعب فريق النادي البنزرتي امام فريق الترجي التونسي. لذلك المباراه ما غاديش تكون سهله، غادي يكون ضغط كبير على فريق الترجي التونسي في هذه المباراه. على اي نتمنوا لهم الحظ الموفق لفريقنا الترجي التونسي شيخ الانديه التونسيه في مبارياته القادمه، وايضا يركز على المدرب لان المدرب صراحه مازال ما شفنا منه حتى شي اداء اللي كيستحق فريق الترجي التونسي. ما تنساوش لايك واشتركوا في القناه باش دائما توصلوا بالجديد ديال الترجي التونسي. تحياتي لكم، السلام عليكم.